أي حد بيفقد عزيز أو غالي، سواء أب، أم، أخ، حد من الدايرة القريبة اللي فقدها بيسبب أزمة لفترة طويلة جدا، وفي ناس بيمتد معاها الزمن وما بيعرفوش يتعاملوا مع ده إطلاقا. أكتر حاجة بتكون شاغلة بال الشخص اللي فقد عزيز أو غالي هي فكرة الوقت اللي أنا ما قضيتوش مع الحد اللي راح، وتفضل ندمان على كل مرة ما ردتش فيها على التليفون، أو على كل يوم كان ينفع فيه تقعد بس أنت فضلت إنك تخرج أو تنزل. الفكرة دي كفيلة إنها تموت بالبطيء الشخص اللي بيفكر فيها باستمرار. بس خلينا كده نتكلم بشيء من المنطق والعقل. أنا جاية من المنطقة دي بالظبط، وأقدر أقول إن أنا مريت بحالة الفقد دي وعشت المشاعر دي كلها، بس أنا توصلت لصيغة ممكن ناس تانية تكون مشتركة معايا فيها من اللي مروا بفقد عزيز أو غالي. إن أنت مهما قعدت ومهما كنت متاح لفترة طويلة جدا ومهما كنت متعاون في كل التفاصيل اللي بيحتاجها والدك أو والدتك، أنت برضه هتبقى حاسس إنك كنت مقصر. يمكن بصراحة بقى الحاجة اللي وصلت لها وبحاول أتعلم الدرس ده منها هي فكرة جودة الوقت. إني لو هقعد مع حد غالي عندي وحد كبير في السن، وأنا عارفة إن زي ما بنقول كده اللي جاي مش قد اللي راح، وطبعا محدش عارف مين هيروح قبل مين، لكن بفكر إن الوقت ده يكون جيد جدا. أكون في الوقت ده متاحة بكل جوارحي، أكون مركزة في الكلام اللي بيتقال، أكون مستقبلة جدا الحكاوي اللي ممكن إحنا نبقى بنسمعها من أهالينا كده وإحنا ودنا مش معاهم 100%. بجتهد في ده ومش بدعي مثالية إطلاقا، مش طول الوقت بكون قادرة أعمل ده، بس بجتهد فيه. وعشان كده النهاردة بقوله لحضراتكم، يمكن يلمس مع حد تاني ويلاقي إنه فعلا لو عنده مساحة إنه يقعد ويسمع أبوه أو أمه بعد ما فقد حد فيهم، يهتم بالتاني أكتر ويقعد يسمعه ويسمع التفاصيل منه ويشاركوا الحكايات ويدخلوا في التفاصيل. وبعد ما كبرنا نقدر جدا نستوعب ان الحكايات اللي بتتحكي وبنحس انها مش ملمه قوي بالتفاصيل وبالحداثه وبالحاجات اللي بتجرى، بنبقى عايزين نقول له يعني يا بابا او يا ماما الدنيا ما بقتش كده. بس ان انت طول الوقت تحاول ان انت تكون بار على قد ما تقدر وتجتهد في ده، ده جهاد من نوع مختلف تماما، وربنا عالم ومطلع ان انت بتعمله وممكن يكون في شيء من المشقه او الصعوبه، بس هو ده حقيقي الحاجة اللي هتخليك بعد ما الناس دي تمشي ما تبقاش حاسس طول الوقت انك كنت مقصر، لان التأثير من عدمه هو مش بكتر الوقت، هو بجودته. ان احنا واحنا مع اهالينا نسيب التليفونات ونركز جدا في الحكايات ونسمع تفاصيل المسلسل اللي احنا شايفينه ممل جدا بس هما بيتابعوه مهتمين جدا باحداثه وبالابطال ومين عمل ايه في التاني. نسمع ده واحنا مهتمين ونحسسهم حقيقي ان احنا بنشاركهم ده. لو طلبوا حاجة أو عايزوا شيء مشواره بعيد وانت عملته، ده بيبقى بالنسبة لهم حاجة كبيرة جدا، وبيحسوا قد ايه ان انت سند حقيقي ليهم. لو الكلام ده دلوقتي فرق مع حد، حقيقي هكون ممتنة وسعيدة جدا. ولو حد تاني لسه عنده المساحة ان هو يخلي الوقت اللي بيقضيه مع أهله وقت جيد حقيقي، أتمنى جدا يوعدنا كده في الكومنتات انه حقيقي هيجتهد انه يعمل كده.